أول حاجة لازمًا تعملها وهي إنك تتوجه فورًا إلى قسم الشرطة. ليه؟ لإن لازمًا تحرر المحضر بالواقعة، وهي واقعة الضرب. وليه ده مهم؟ لإن محكمة النقض بتقول إن الإبلاغ على الواقعة فور حدوثها دليل أو قرينة على صدقها. يعني ببساطة كل ما تبلغ أسرع، كل ما يكون حقك القانوني أضمن وأفضل. وفي المحضر لازمًا تذكر تفاصيل مهمة جدًا، وهي مكان الواقعة، وتوقيت الواقعة، ووصف الشخص الذي اعتدى عليك، وأسماء الشهود إن وجدوا. بالبلدي كده لازمًا تذكر مكان اللي حصل فيه الاعتداء عليك، ووقت الاعتداء بالتفصيل، ولو في شهود على الكلام دولة تذكر إن في شهود كذا وكذا، وتذكر أسمائهم في المحضر، لإن الحاجات ديًّا دلائل مهمة جدًا على حدوث الواقعة. وبعد كده بيحصل إيه؟ بيحصل إن الأمين الشرطة بيبعتك تعمل حاجة اسمها تقرير طبي، بناءً على جواب بيتوجه من القسم للمستشفى، أقرب مستشفى عام. بتروح التقرير الطبي بقى بيذكر فيه إيه؟ بيذكر فيه نوع الإصابة ومكانها ومدة العلاج. مدة العلاج اللي سواء أقل من 20 يوم أو أكثر من 20 يوم. طب ليه مدة العلاج مهمة جدًا؟ لإن لو الإصابة اللي أقل من ال20 يوم، يعني أحدث بيك إصابات بسيطة، وهي غالبًا بتبقى جُنحة وبيكون الحكم فيها بسيط. طيب لو أكتر من 20 يوم الوضع بيكون إيه؟ طبعًا لو أكتر من 20 يوم العقوبة بتبقى مغلظة وأشد من العقوبة اللي أقل من ال20 يوم. ليه؟ لإن هو في الحالة ديًّا بيكون أحدث بيك إصابات جامدة، إصابات تستوجب وجودك في المنزل أو تكون قَعيد بسببها. فطبعًا القاضي بيقدّر النقطة ديًّا، وبناءً عليه بيحكم بعقوبة مغلظة. وهنا لازمًا ننوّه إن للأسف في ناس كتير بتروح لدكاترة خاصة وبيعملوا تقارير خاصة عند الدكاترة دي. طبعًا ده ما بيُعترفش بيه. ما بيُعترفش بيه ليه؟ لإن لازمًا يكون الدكتور دكتور عام في مستشفى عام، وتم الفحص بناءً على جواب موجه من القسم للمستشفى. فمحكمة النقض استقرت على أن التقارير الطبية الرسمية هي الدليل الفني الأساسي في القضية. ولكن مش معنى ذلك إن التقارير الخاصة هي والعدم سواء. لأ، ممكن القاضي ياخد بيها كقرينة يُستدل بيها، لكن ما بتبقاش دليل أساسي. وطبعًا قُلنا إن لو في شهود لازم تُذكر